نطالب بتفعيل وتنفيذ كل وعود الالتزامات، نطالب من خلاله برفع المتابعات، نطالب من خلاله بإطلاق سراح كافة معتقلي الحماية والأسلوب الهمجي والمتجاوز والبائد. نحن ندريه وندري اعتباراته وملابساته بشكل جيد. الآن حصار من كافة أطراف الشارع الرئيسي، يقال عن الحركة الاحتجاجية أن المعترضة والجماهير الشعبية كيقطعوا الشارع العام وكيعقروا السير العادي للمؤسسات وإلى غيره ذلك من الخطابات الرمانة، لكن نسجل عليهم دائما أنهم هما اللي كيديروا هذه الأفعال الغير القانونية، هما اللي كيتعاملوا بهذه الأساليب ديال الحصار، وهما اللي كيقطعوا الطريق. هذا جانب. جانب ثاني أن الآن هناك كيجريو على الجماهير وكيجريو على المواطنين وكيجريو على المدعمين والمؤازرين لنضالات الحماية الوطنية. إذن كل هذه الأساليب وكل هذا التعامل الجبان نسجل على أساس تجاوز قانوني. نحن أدرى بالمسائل وبالمساطير القانونية على علاتها. كنا قررنا مسيرة ولم نتوصل حتى بأدنى إشعار يمنعنا من ذلك. إن كنا نطبق ما يسمونه بالقانون بين آلاف الأقوال، وبالتالي ندين مثل هذا التعامل ونقول على أننا مستمرون ومتواصلون بدون وعازمون ومصممون على السير على درب الشهداء، السير على درب المعتقلين، السير على درب النظام المستمر والمتواصل والواعي والمنظم.